وضع مأساوي عانى منه أبناء مديرية وصاب العالي بمحافظة دمار لعقود من الزمن، فالوعورة الشديدة للطرق المؤدية إلى قرى المديرية وقفت عائقا أمام تحقيق تطلعات وآمال أبنائها، فأبسط حقوقهم حرموا منها، ويلفظ مريضهم أنفاسه أثناء إسعافه لصعوبة الطريق، يأخذ سيل وادي زبيد سياراتهم ويخطف أرواح شبابهم. حكومات عديدة وقفت موقف المتفرج أمام هذه المعاناة وكأن الأمر لا يعنيها. من صعوبة الطريق وصعوبة الوصول إليها هاجرنا منها نقلنا إلى صنعاء، واللي نقل إلى الحديدة، واللي نقل هنا لصعوبة الطريق. فكان الواحد عندما يشتري مثلا كان الكيس ب4000 مثلا بر، توصل ببيته 25,000. تصور أنت كيف على صعوبة. عندك مريض ينقل على الحمار ولا على الجمال، فكان الواحد إذا أراد يسافر بمريضه إلى صنعاء أو إلى الحديدة أو إلى شيء يموت في الطريق. إذا مع ولادة مثلا مرأة عندها ولادة أحيانا تموت في الطريق قبل ما نوصل إلى هناك. وفي لحظة فارقة من التاريخ اجتمع أبناء وصاب على قلب رجل واحد ليرفعوا المعاناة عن مديريتهم، وخطت أناملهم طريق يحضر جبل مطحن خميس مطلق الذي يمثل نافذة لوصاب إلى العالم. طريق يحضر جبل مطحن خميس مطلق يبلغ طوله 52 كيلومترا مع الطرق الفرعية، وفاقت تكلفته التقديرية 9 مليار ريال يمني. هب أبناء وصاب من كل حدب وصوب للمساهمة في إنجاز الطريق، وتبرع تجار المديرية المقيمين في اليمن والمغتربون في شتى دول العالم. أقيمت العديد من حملات التبرع ودعي الجميع للمشاركة في الطريق الحلم. جمع الأطفال مصروفهم المدرسي وقدموه للمشروع. تخلى البسطاء والفقراء عن مزارعهم ومنازلهم وبركهم ليشق الشريان. أسفرت هذه التضحيات الجسيمة عن إنجاز شق 24 كيلومترا وباتت شبه مكتملة. الحزن والألم اللذين رافقا أبناء وصاب العالي لسنين طوال يسعيان جاهدين لفرض نفسهما على واقع السعادة الغامرة التي ارتسمت على محياهم جراء هذا الإنجاز العظيم. فمشروع طريق يحضر جبل مطحن خميس مطلق مهدد بالتوقف والتعثر نتيجة لشح الموارد المالية. والطريق ليس لوصاب، بل هو طريق لكل مواطن يمني، وتستحق وصاب وأبنائها التفاتة جادة من رجال وسيدات المال والأعمال والمنظمات في جميع أنحاء العالم للمشاركة في رسم الابتسامة الدائمة على محيا وصاب وأهلها الطيبون. الطريق حياة وأمل ومستقبل مشرق، وبالدعم والسخاء ستكون لك بصمة في مشروع يخلد ذكراك ويضاعف أجرك حتى قيام الساعة.